ألقت الجهات الأمنية في مدينة جدة القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بعد أن انتشر مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن عبارات اعتبرت تشفيا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية التطورات الإقليمية الأخيرة. وأثار انتشار الفيديو على نطاق واسع ردود فعل متباينة بين المستخدمين، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراء سريع لضبط الشخص والتحقيق في محتوى الفيديو وفقا لما أوردته المصادر المحلية. وشدد ناشطون ومتابعون على أهمية التزام المغتربين بالقوانين والأنظمة في دول الإقامة، مؤكدين أن أي تصريحات أو مواقف يمكن أن تفهم بشكل مسيء قد تكون لها عواقب قانونية جسيمة، خصوصا في ظل حساسية الأوضاع السياسية والإقليمية. ودعا الخبراء إلى تحلي مستخدمي وسائل التواصل بالمسؤولية والوعي الكامل عند نشر أي محتوى، والابتعاد عن أي عبارات مثيرة للجدل أو الاستفزاز، مع احترام القوانين المحلية لدول الخليج لضمان السلامة الشخصية والاجتماعية. ويعد هذا الحادث تذكيرا واضحا بأن العالم الرقمي ليس بعيدا عن القانون، وأن تداول مقاطع الفيديو أو المنشورات دون وعي قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة، بما في ذلك الملاحقة القانونية أو فقدان الحقوق الشخصية. وتستمر السلطات في متابعة الموضوع لضمان حماية النظام العام والالتزام بالقوانين، مع تعزيز التوعية حول الاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي بين المقيمين والزوار على حد سواء.